السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هندرس مع بعض البوابات المنطقية اللوجيك جيتس. معاكم اخوكم عبد الله محمد علي حسن. طيب، المحاضرة دي لمين؟ المحاضرة دي لطلاب جامعة برج العرب التكنولوجية، لسنة تانية ثانوي صنايع 3 سنين، قسم الكترونيات، او لحد عايز يتعلم البوابات ايا يكن هو مجاله ايه. اي حد عايز يتعلم البوابات وخلاص. تمام. طيب، نبدأ. ايه هي البوابات؟ البوابات هي عبارة عن دائرة منطقية بتعمل بمنطق صفر وواحد منطقي، بتشتغل بالايه؟ بالباينري. تمام. تسمح بمرور المعلومات من الداخل الى الخارج وليس العكس. طيب، يعني ايه صفر ويعني ايه واحد منطقي ديت؟ منطق زيرو يعني لا يوجد جهد او اشارة او تيار. منطق واحد يعني يوجد جهد او اشارة او تيار. تمام. طيب، ايه انواع البوابات؟ عندك 7 بوابات اساسيه، هم اند، ناند، اور، نور، اكس اور، اكس نور، ونوت. تمام. بتلاقيهم جوه اي سي. تمام. بيبقوا اي سي بالمنظر ده كده. طيب، يبقى ملحوظه، لكل بوابه رمزان، هو رمز اوروبي ورمز امريكي. لكل بوابه معادله خرج وجدول حقيقه وتمثيل نقدي. الكلام ده هنشوفه بعدين. يمكن الحصول على بوابات بداخل الدوائر المتكامله الاي سي اللي انا وريتها لكم اهي. تمام. ولكل بوابه رقم يكتب ايه على الدائره المتكامله اي سي، بيبقى فيه رقم زي ده كده مثلا بيتكتب عليه. يمكن ان يضم الاي سي 4 بوابات او اكتر. تمام. زي ده بيضم 4 بوابات وفي اكتر. تمام. من نفس النوع. ويمكن ان يضم الاي سي اكتر من بوابه واحده تختلف انواعها. تمام. طيب، نبدأ بأول بوابة. أول بوابة معانا هي بوابة AND. بوابة AND. تمام. ده الرمز الأمريكي بتاعها وعليه جواه علامة الأند. تمام. كيو بتساوي اف بي. وده الرمز الايه؟ الأوروبي. تمام. يوجد عليه علامة الضرب باللغة الايه؟ اللاتينية. تمام. طيب، معادلة الخارج كيو بتساوي اف بي. لازم نحفظ معادلة الخارج. تمام. طيب، بوابة أند سبب تسمية البوابة هذا الاسم إنها تقوم بضرب الإشارات بسبب معادلة الخارج إيه؟ كيو بتساوي A في B. تمام. بتعطي خرج واحد إذا كان المداخل تساوي واحد. إذا كان كل المداخل بواحد هتديك خرج واحد. يطلق عليها بوابة الضرب، بوابة التوالي. طب ليه بوابة الضرب؟ لأنها بتقوم بضرب الإشارات بسبب معادلة خارج كيو بتساوي اف بي. تمام. طب ليه بوابة بسبب الاسم التابع لها انها اسمها اند. طب ليه بوابة التوالي؟ لان يمكن تمثيلها كهربيا بمفتاحين موصلين على التوالي زي الشكل ده كده. طب، تمام. طيب، ده جدول الحقيقة. تمام. لو المفتاحين دول مفتوحين كده يبقى المفتاح لما يكون مفتوح بيبقى بزيرو. لما يكون مقفول يعني متوصل، لما يكون ده مقفول متوصل يبقى بواحد. تمام. دلوقتي المفتاحين مفتوحين يعني بزيرو. هل الكهرباء دلوقتي هتعرف تخش هنا؟ مش تعرف. تمام. فزيرو وزيرو بزيرو. طيب، لو انا المفتاح الاولاني ده اللي هو زيرو وواحد، تمام، المفتاح الاولاني ده ايه؟ تمام، مفتوح، والمفتاح اللي هو بي مغلق. تمام. دلوقتي ده مغلق. هل التيار هيعدي؟ مش هيعدي برضو ما ده مفتوح. فهنا زيرو 1 بزيرو. طيب، لو المفتاح الاولاني مقفول اللي هو الايه ده مقفول، تمام، والمفتاح التاني مفتوح بزيرو، تمام، فهنا ايه؟ برضو التيار مش هيعدي. ليه؟ لان المفتاح الاولاني مفتوح. لازم الاتنين يتقفلوا. ملخص الكلام ان لازم الاتنين يتقفلوا. لازم ادي المدخلين واحد علشان اقفل الدايره كلها واللمبه يوصل لها ايه؟ كهرباء. تمام. يبقى لازم A و B يكونوا مقفولين بواحد علشان تدينا خارج واحد. تمام. طيب، البوابة اللي بعدها بوابة ناند. هي اند بس مضاف اليها بوابة ايه؟ بوابة نوت. تمام. وبنحط لها بدل ما نكتب الرمز بتاع بوابة نوت، لا احنا ايه؟ بنحط الدايرة دي. الدايرة دي. تمام. وده الرمز الامريكي بتاعها وده الرمز الاوروبي. تمام. معادلة الخارج A في B زي ايه؟
زي بوابة الضرب اللي هي اند، بس هنحط عليها ايه؟ سقف كده، اللي هو السقف ده، الخط ده. تمام، عشان نعرف اللي هي ايه، اللي هي معكوسة يعني. يبقى سبب تسمية البوابة بهذا الاسم لأنها تقوم بضرب الإشارات ثم تعكسها بسبب معدل الخارج Q بتساوي A في B معكوسة. تعطي خارج واحد إذا كان أحد المداخل بيساوي إيه؟ بيساوي زيرو. تمام؟ طيب دلوقتي عندنا الاتنين بزيرو، هديك واحد. واحد وزيرو هتديك واحد. زيرو وواحد هتديك واحد. واحد وواحد هتديك زيرو. ليه؟ مفيش مدخل فيهم بيساوي زيرو، في لازما احد المداخل فيها بيساوي زيرو. تمام، هي عكس بوابة ايه؟ عكس بوابة اند. تمام، دي لازما المدخلين بواحد عشان تديك واحد، هنا لازما احد المداخل بيساوي زيرو عشان تديك واحد. تمام، ولو حطيت لها مدخلين بواحد هتديك زيرو. تمام، فانت هتعمل الجدول بتاع اند بس هتعكسه. هتعكس ايه؟ المخارج، بدل ما هي 3 اصفار وواحد، لا هتخليها 3 وحيد وزيرو. تمام. طب بوابة الجمع اور، ده الرمز الامريكي بتاعها. تمام، بيبقى فيه قوس كده. تمام. طيب وده الرمز الاوروبي، علامة الاكبر من او يساوي واحد. معادلة الخارج بتاعها ايه؟ كيو بتساوي ايه زائد بي. تمام. طيب بوابة الجمع اور سبب تسمية البوابة بهذا الاسم لأنها تقوم بجمع الإشارات، وتسمى بوابة أو بسبب الاسم التابع لها وبسبب الرمز الأوروبي. وتسمى بوابة التوازي لأن يمكن تمثيلها كهربيا بمفتاحين موصلين على التوازي. تمام، فنقول تاني ليه سميناها ببوابة الجمع؟ لأنها تقوم بجمع الإشارات. ليه ببوابة أو؟ بسبب الاسم التابع لها وبسبب الرمز الأوروبي. ليه بوابة التوازي؟ يمكن تمثيلها كهربائيا بمفتاحين موصولين على التوازي زي ما انتم شايفين في الرسمة دي كده. تمام، وبسبب معادلة الخارج كيو بتساوي ايه زائد بي. تعطي خارج واحد إذا كان أحد المداخل بواحد. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي تخيل دي دائرة كهربية فيها موصلين على فيها مفتاحين موصلين على التوازي وفي لمبة هنا. لو أنا قفلت مفتاح فيهم هل اللمبة تشتغل؟ أيوة تشتغل. هو الكهرباء هتمشي كده 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 ايه، وهتعدي من المفتاح ده طالما هو مقفول وهتوصل لللمبة، صح؟ طب لو انا قفلت ده، فتحت ده وقفلت ده، قفلت رقم بي، برضو نفس الكلام، التيار هيخش عادي بس من تحت اهو واللمبة تشتغل. طب لو انا قفلت الاتنين برضو الايه، التيار يعدي عادي. تمام. طيب وده الجدول الحقيقة بتاعها. زيرو بزيرو، لو مفتاحين دول مفتوحين التيار مش هيعدي، فهتبقى بزيرو. واحد وزيرو، واحد زائد زيرو كام؟ بواحد. طب زيرو زائد واحد بواحد. طب واحد زائد واحد بواحد. تمام. طيب بوابة عكس الجمع، بوابة نور هي اور، بس ضفنا ليها بوابة نوت. حتى اهي في دايرة اهي. تمام، وهنا في دايرة اهي، وده الرمز الامريكي وده الرمز الاوروبي. تمام، معادلة الخارج كيو بتساوي ايه زائد بي، بس هنحط ايه الشرط عشان نعرف ليه ايه معكوسة. يبقى هي بوابة اور بس هنعكس ايه النواتج بتاعتها. تمام، يبقى سبب تسمية البوابة بهذا الاسم انها تقوم بجمع الاشارات ثم ايه عكس تعكسها بسبب معادلة الخارج كيو بتساوي ايه زائد بي. بس في سقف هنا بس معلش هو مش موجود دلوقتي. تعطي خارج واحد اذا كان جميع المداخل تساوي ايه زيرو. تمام. طيب زي اللي في الصورة دي كده، زيرو بزيرو هديك واحد. ليه؟ زيرو بزيرو احنا هنجمع زيرو زائد زيرو بزيرو، اعكس بقت بواحد. طب واحد زائد زيرو اجمع كده، واحد ومعاك واحد ومعاك زيرو يبقى انت معاك واحد، اعكسه بقى بزيرو. طب زيرو زائد واحد بواحد، اعكسه بقى بزيرو. واحد زائد واحد بواحد، اعكسه بقى بزيرو. تمام، احنا بنعكس ايه النواتج دي بوابة ايه نور. طب بوابة اكس اور، دي بوابة العدم.
ده الرمز الامريكي وده الرمز الاوروبي، بيساوي واحد. تمام. معادلة الخارج بتساوي كيو بتساوي A زائد B في A زائد B. ال A واحدة فيهم معكوسة، A هنا معكوسة والB هنا معكوسة. تمام. طيب يطلق عليه بوابة عدم التطابق وعدم التشابه وعدم التكافؤ. سبب تسمية البوابة بهذا الاسم بوابة العدم. ليه اتسمت بوابة العدم؟ لأنها تعطي خارج واحد إذا كان الداخلين مختلفين. طول ما هم مختلفين أنا هديك ناتج إيه؟ واحد. تمام؟ طيب زيرو وزيرو، هل الاتنين الرقمين دول شبه بعض ولا لأ؟ شبه بعض، هديك زيرو. تمام. طب زيرو وواحد، ده رقم وده رقم مختلف عن صاحبه، ده مختلف عن اللي جنبه ده، فهتديك واحد. ليه؟ لأنهم مختلفين. واحد وزيرو مختلفين، هتديك واحد. طب واحد وواحد شبه بعض، هتديك زيرو. تمام. طب يتم إنشاء بوابة إكس أور ذو المدخلين عن طريق 5 بوابات، واحدة فيهم من نوع أور أهيت، واتنين من نوع أند أهيت، واتنين من نوع نوت أهم. تمام. يبقى ده لو انت عايز تنشئ بوابة اكس اور ممكن تنشئها بالخمس بوابات دول. تمام. تعمل التفصيلة بتاعت البوابات ديت، وبكده عملت بوابة اكس اور. تمام. طيب نيجي نخش بقى على اللي عكسها، بوابة التشابه اكس نور. ده الرمز الامريكي بتاعها. تمام. وفي بوابة نوت هنا، في النقطة هنا، وهنا ده الرمز الاوروبي بتاعها بس في نقطة هنا. تمام. معادلة الخارج بتساوي كيو بتساوي A في B زائد A في B، بس أول بوابتين هنا إيه؟ معكوسين. تمام. أو تاني بوابتين، يعني ممكن ننقل الخط ده هنا عادي. تمام. طيب يطلق عليه بوابة التطابق أو التشابه أو التكافؤ. ثبت تسمية البوابة هذا الاسم بوابة التشابه لأنها تعطي خارج واحد إذا كان الداخلين متشابهين. لو هم شبه بعض أنا هديك خارج واحد. تمام. يتم إنشاء بوابة إكس نور ذو المدخلين عن طريق 5 بوابات. تمام. واحدة فيهم من نوع أور، واتنين فيهم من نوع أند، واتنين فيهم من نوع نوت. تمام. بيبقى على بوابة واحدة أهم. تمام. طيب جدول الحقيقة بتاعها بقى معروفة، الاتنين شبه بعض هديك واحد. زيرو بزيرو بواحد، واحد في زيرو مختلفين، لا أنا هديك زيرو. واحد وزيرو مختلفين، لا أنا هديك زيرو. واحد وواحد شبه بعض، انا هديك واحد، لان دي بوابة ايه؟ التشابه. طيب نخش بقى على بوابة النفي النوت. دي اللي بقى اللي كانت بتنفي البوابات ديت، اللي عملنا منها ناند ونور واكس نور. تمام. طيب ده الرمز الامريكي بتاعها. تمام. مثلث في دايرة عادي، هنا في الدخل والخارج. هي ايه؟ طرف واحد للدخل وطرف واحد للخارج. والرمز الاوروبي هو كده، ثانية، هو كده بس مفيش طرفين. دي غلطة، مفيش طرفين. تمام. هي بطرف واحد A و Q، بس فيها جواها واحد فعلا، هي فيها جواها واحد بس مفيش B، هي بطرف واحد بس. تمام. طيب جدول الحقيقة. جدول الحقيقة لو انت سبتها فاضية كده، يعني انت ما وصلتهاش كهرباء، هتديك خارج واحد، هتطلع لك كهرباء. لو انت وصلت لها كهرباء مش هتطلع لك كهرباء. تمام. طيب يعني انت لو سبتها كده فاضيه كده، الايه دلوقتي مش موصل لها كهرباء بزيرو، هتطلع لك واحد. طب لو انت وصلتها كهرباء، لا دي هتتلغى، يبقى دي ايه؟ هتفصل يعني. لو انت وصلتها كهرباء هتديك خارج زيرو. معادله الخارج بتساوي كيو بتساوي ايه؟ معكوسه. طب يطلق عليها بوابه النفي او العكس. ليه؟ سبب تسميه البوابه بهذا الاسم بوابه العكس، لانها تكون بعكس الاشاره بسبب معادلة الخارج كيو بتساوي ايه؟ معكوسة. طب ما انا لما اديها زيرو هديك واحد، ولو عطيتها واحد هتديك زيرو، فهي تعكس الاشارات. وبكده خلصنا درس البوابة. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.